لو لسه محتاره تعملي غدا ايه وفي نفس الوقت عايزه حاجه سهله وبسيطه وما تقفيش في المطبخ كتير وكمان ما تكونش مكلفه، النهارده هنعمل وصفتين مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وكل مكوناتها ممكن تكون عندك في البيت. كل مكوناتها عندك في البيت من غير لحم ومن غير فراخ. النهارده هنعمل مع بعض طبقين شكلهم يفتح النفس وكمان يسدوا معاكي كده ويشبعوا بطريقه سهله وبسيطه بطريقه امهاتنا من غير افتكاسات كتير. حطي لايك وشير عشان غيرك يستفاد، وهستنى رايكم في الكومنتات. ولو ليكي اي تركايه بتنقل الوصفه بتاعتنا النهارده في حته تانية هستنى برضو رايك في الكومنتات. نبدا ونسمي الله. هاتي بقى يا ست الكل البتنجان اللي عندك في التلاجة. انا كان عندي بتنجانتين كده وشويه فلفل دبلانين هشتغل بيهم وهيطلعوا معاكي احلى طبق. هاتي بقى البتنجان بتاعك اغسليه وقشريه، لو مش بتحبي تقشريه برضو سيبيه. قطعي بقى كميه البتنجان اللي موجوده عندك او اللي انت محتاجاها. اهم حاجه ما تقطعيش البتنجان، ما يبقاش الحجم بتاعه ولا رفيع قوي ولا حجم البتنجانات تخينه قوي. انا خلصت كل الكميه اللي معايا. هجيب بقى المصفى بتاعتي وهنزل عليها بنص معلقه ملح واقلبهم كويس قوي واركنهم على جنب. كمان كان عندي كام قرن فلفل، اغسليهم وقطعيهم بالشكل اللي يريحك. انا سبت البتنجان بتاعي حوالي ربع ساعه لما انزل الميه بتاعته هشطفه شطفه سريعه. يلا بينا بقى نقلي البتنجان مع بعض. هجيب بقى الطاسه بتاعتي احط كميه الزيت المناسبه للقليه بتاعتي. اول ما ياخد معاكي اللون الجلد ده طلعيه على طول علشان البتنجان ما يغمقش معاكي، بيبقى شكله مش حلو في الطبق وانت بتقدميه. خلاص بقى كل الكميه بتاعتي. اخر حاجه هنزل بيها برده شويه الفلفل عقليهم. يلا بقى نحضر احلى تتبيله مع بعض. انا هنا عندي توم مفروم وكان عندي هريسه شطه في الفريزر. ما عندكيش هاتي شويه توم على شويه فلفل على ليمونه، اضربيهم في الكبه اضربيهم في الهون المتاح عندك. انزلي بمعلقتين كبار ملح. هعصر بس نص ليمونه، انا مش عايزه كميه الليمون كتير، انا عايزه بس نص ليمونه. هنزل كمان بمعلقتين كبار خل. قلبي بقى التتبيله بتاعتك دي ريحتها جباره طعمها حلو قوي. هاتي بقى طبق التقديم بتاعك وانزلي كده بمعلقه من التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض في الاول، وبعد كده رصي البتنجان بتاعك بالشكل اللي يريحك. وبعد كده هاتي المعلقه بتاعتك وامسكي من التتبيله دي وحطيها كده على البتنجان من فوق. بس انا بصراحه ما بحبش اشتغل بالمعلقه، انا بحب اشتغل بايدي. فانا كده كل طبقه بتنجان هنزل عليها بالتتبيله بتاعتي. اخر حاجه برضو هجيب كميه الفلفل اللي انا قليتها معاكم وهنزل بيها في التتبيله واحطها فوق البتنجان. يلا نحضر مع بعض تاني طبق. تاني طبق ده احنا مش هنحتاج فيه الا معلقتين اتنين بس زيت. هاتي كميه البطاطس اللي انت محتاجاها. انا هنا هستخدم 3 حبايات بطاطس. قشريهم واغسليهم غسله كويسه. انا كده غسلت البطاطس. يلا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. قطعي البطاطس بالشكل اللي يريحك. انا هنا قطعها صوابع ومش عايزاها ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. يلا نحضر مع بعض التتبيله بتاعه البطاطس. التتبيله بتاعه البطاطس عباره عن ايه؟ انا هنا هستخدم معلقه كبيره توم مفروم، معلقه كبيره هريسه شطه، نص معلقه صغيره كمون. ظبطي الملح بتاعك. انزلي كمان بمعلقه كبيره زيت، اي نوع زيت عندك استخدميه. قلبي بقى كل المكونات بتاعتك ديت وانزلي بالبطاطس وتبليها في التتبيله اللي احنا عملناها. التتبيله دي خطيره بتنقلك صينيه البطاطس في حته تانية. اخر حاجه هنزلي عليها برده بمعلقه كبيره من الزيت وكمان كوبايه ميه وارفعيها على النار فوق 10 دقايق بالظبط. هتلاقي البطاطس بتاعتك استوت. دخليها تحت الشوايه تاخد اللون القمر اللي انت شايفاه ده. هتاكلي احلى صينيه بطاطس بمعلقتين اتنين بس زيت. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسلي على الرسول في الكومنتات وربنا يحسن ما بين ايديك.